السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وبسعادة وبهنا، ورجعنا لكم بفيديو جديد من قناتكم قناة حمام الغية. حضراتكم النهاردة قبل ما نبتدي حلقتنا كده عاوزين ندعو لاخواتنا في فلسطين ربنا يرحم موتاهم وينصرهم على عدوهم. قولوا امين. لعل وعسى ممكن يكون واحد فينا صالح ممكن ربنا يستقبل منه دعاء، فالرجاء الدعاء ربنا يرحم امواتهم ويفك كربهم وينصرهم على عدوهم. قولوا امين امين، ونصلوا على الحبيب عشان قلبنا يطيب. طبعا احنا بنعملوا الفيديو ومالناش نفس بصراحه، بس دي روح التر ده روح ولازم نتحاسب عليه. يعني الروح دي هنتحاسب عليها لان احنا حابسينها ولازم نتحاسب لازم هنتحاسب عليها، فبنضطر ان احنا لازم برضو نراعوها. الحلقه بتاعتنا النهارده الحلقه الرابعه من تجهيز الحمام لموسم الفرخ. الحلقه الرابعه دي يا رجاله حلقه مهمه جدا جدا جدا، وهي يعتبر هي اساس برضو الفرخ، هي اساس في كل الفرخ برضو، تمام؟ يعني حاجه من الاساسيات. النهارده انت المفروض حضرتك، بس قبل كل شيء ما تنساش اللايك عشان الفيديو يوصل للناس كلها، وادعوا لاخواتنا في فلسطين طول الفيديو، وادعوا لهم ربنا ينصرهم على العدو ويرحم موتاهم. النهارده هننضف العيون، لان المفروض ان انت طبعا تنضف العيون بتاعه الحمام للتجهيز طبعا، تمام؟ عشان خاطر لما تيجي تجوزهم يبقى تجوزهم على نظافه، مفيش حشرات عشان ما يقومش من على الحصى بعد كده مفيش اي حاجه تضايقهم، تمام؟ النهارده هننضف وهنغسله المسائي بتاعتنا. طبعا يا رجاله انا بصور لوحدي، فانا بس هوريكم ان انا طلعت المسائي، تمام؟ وببدا ان انا انضف في العيون ازاي، وهقول لك بعد كده في الفيديو الثاني ان انت تطهرها بايه. انا جبت مطهر جميل ممتاز جدا يا جماعه، ده للحشرات للحمام، يعني ينفع للحمام، تمام؟ وللعيون عشان لو فيها العيون في نمل، ان في ناس بتشتكي من النمل اليومين دول، انا واحد من الناس. النمل والحشرات ده ممتاز جدا، انا اول مره اجربه بس ما كنتش فاكر ان هو فعلا ممتاز كده، تمام؟ فيلا بينا كده ايه ننضفوا العيون كده مع بعض. همسك التليفون بايد وهنضف بايد شويه صغيرين كده بس عشان اوريك تنضف ازاي العيون، تمام؟ وهوريك المسائي احنا شلناها، تمام؟ وهنحطها في الجردل باذن الله بتاعنا وهنبدا نغسلها. بس طبعا مش هصور وانا بغسلها لان انا بصور لوحدي مش هينفع طبعا، ولا ما عنديش ستاند، انا ماسك التليفون بايدي. فربنا يصلح الحال وربنا يدينا ونجيبه ستاند باذن الله، تمام؟ يلا بينا عشان ما اطولش على حضراتكم ننضف العيون. في معاه زغاليل اهو، دول مرقعات قربنا باذن الله كده ايه، قربنا ان احنا ليه ان احنا نفتموهم، تمام؟ وباذن الله هنبيعوهم، تمام؟ طبعا انا بنضف العيون، بتبقى عندك السكينه دي لازم تبقى عندك في السلاكه، تمام؟ انا بنضف العيون، بحاول انضف على قد ما اقدر. كده المانيور ده رجاله، انا المانيور ده هفكه وهجدد الارضيات بتاعته وهحاول اخد منه شويه خشب وهنعمل مانيور جديد باذن الله سلك، تمام حضراتكم؟ فانا بنضف العيون على قد ما اقدر كده اهو، تمام؟ انت بتنضف على قد ما تقدر، تطلع بس الايه الحاجات اللي هي الناشفه دي، تمام؟ طبعا انا عشان عندي زغاليل بحاول ان انا انضف بحرص اهو. بصوا يا جماعه اهو، بصوا بحاول انضف العيون كده اهو. بص حضرتك مش هقول لك تنضفها جامد قوي، طبعا في ناس ياما عندها عيون سلك، تمام؟ عيون الارضيه سلك، انا بفضل الارضيه تبقى سلك احسن عشان خاطر ما تقعدش تنضف كل شويه ويبقى في درج، ده افضل، تمام؟ ده افضل. بس كل واحد على قد حاله او على قد ايده بيشتغل باللي موجود معاه، تمام حضراتكم؟ بيشتغل باللي موجود معاه. انا منر على قده يا جماعه، تمام؟ فانا بمسك عين وانضفها كده اهو حضراتكم، تمام؟ على قد ما اقدر، يعني مش بنضفها جامد بس على قد ما اقدر. المهم ان هي ايه ما تبقاش فيها ايه حاجات عاليه وحاجات طريه، تمام؟ وساخه طريه، عشان الزغلول اول ما ينزل في الارضيه الزغلول ما يتعكش في الايه في الزبل بتاع الحمام الطري، تمام؟ وبعد كده ببدا ان انا بعد ما بخلص العيون كلها، تمام؟ اهو انا هنا ده عندي فرد وحده اهو، ده ذكر لوحده انا حاطه عشان خاطر ان انا باذن الله ايه هنلاقيه، تمام؟ هنحطه كده مع النتايه بتاعته دلوقتي، تمام؟ وبمسك برده العين كده اهو، تمام؟ وانضفها كده اهو. بص عشان العين وسخه، المانير اساسا طالع عين امه يا جماعه بصراحه، يعني ده مش مانير، بس انا بحاول ان انا انضفه كده ايه، بوريك ان انت تنضف ازاي
تمام. بس باذن الله احنا هنغيروه يعني، انا هفكه قبل الفرخ، قبل الموسم باذن الله هفكه. تمام حضرتك اهو. المهم انت تنضف على قد ما تقدر، لو عندك عين خشب زي كده على قد ما تقدر اول باول افضل. ليه؟ عشان خاطر الزبل ده ما ينشفش ويعلى في البغدادليات اللي هي الارضيه الخشب. تمام على قد ما تقدر بتنضف من الجناب زي ما هو كده، مش وحش اهو يعني نوعا ما. تمام اهو. بص حضراتكم اهو اهو. تمام كده حلو كويس جدا اهوت، مش وحش كده اهوت. تمام. اهم حاجه ان انت لو تنضف كل اسبوع تمام مش هيكتر عندك كده وهينشف بالطريقه ديت. لكن طبعا انا بقى ايه كل فتره جامده بصراحه بنضف، مش هقول لكم كل اسبوع لا عشان شغلي. تمام حضرتك اهو زي الفل. دي هتتغسل طبعا، هحطها في جردل، وفي هيبقى فيه معاك هنحطه صابون سائل. تمام. ومع الصابون السائل هنحط شويه كرول صغيرين عشان خاطر ان الكرول بينضف المسائل من جوه. بص المسائل عامله ازاي. تمام. طبعا انا هغسلها، مش هينفع اصور وانا بغسلها. تمام. الطواجن دي اهي، انا عشان طبعا لسه في فرخ عندي، الطواجن دي برضه هتتنضف. تمام. هتتنضف تنظيف كويس وهتتفرش تحديق اهو. التحديق انا عامله اهو، بصوا اهو التحديق اهو التحديق ده انا عامله في البيت عندي هنا اهو. ده طوب احمر وطوب ابيض. تمام. ولو عندك فحم حط برضو كويس، صدف البحر كويس. تمام. هنفرشه بالطاجن. تمام يا شباب. تمام. وطبعا الطوائر بتاعتنا اهي، دي الطوائر اللي احنا هنشغله دكر واحد عليها باذن الله. الترتين دول هنشغله عليهم دكر واحد، والكرك ده هنجيب له دكر. تمام. دي تقرا ماشي. والمساويد عندنا اهي بسم الله ما شاء الله. طبعا المساويد اهي فكت الحصى، حصوايه باظت وحصوايه اشتغلت اهي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، ده زغلول مسود اهو. اللهم صل على النبي. هننضفوا مكانهم برضو نفس القصه، هننضفوا السلكه كلها. ودول الترتين دول اللي هو التيره اللي هي القطاطيه، والتيره اللي هي ايه السكروطه اللي هو الدكر بتاعها فوق، ودي الدكر بتاعها فوق. طبعا احنا مش هنلاقي غير في دخول الصيف، دخول الشتاء ولا ايه. تمام. اللي هو الموسم بتاع الشتاء. ودول الزغاليل اللي بنايده. تمام اهم بسم الله ما شاء الله. برضه هنفتمهم بياكلوا لوحدهم. تمام يا شباب. فعشان ما اطولش على حضراتكم، طبعا حضراتكم شفتوا ان احنا هنعمل ايه. تمام. انا هغسل المزاق دلوقتي. تمام. طبعا عشان انا بصور لوحدي مش هينفع، بس انا بديك فكره ان انت لازم تعمل ايه. المساق دي بتتغسل بكرول. تمام. شويه كرول وصابون سائل. تمام. تتغسل غسله نظيفه بحته سفنجه او اي حته اللي احنا بنغسلوا بيها المواعين ديت. تمام. بتنضف من جوه ومن بره وتطلع تمام كويس. ونفس القصه هنغسله برضو ايه الاكلات. تمام. يبقى احنا كده غسلنا الدنيا كلها وهننضفوا الدنيا كلها. وهقول لحضرتك البخاخه اللي انا جبتها اللي هي بتقضي على الحشرات في باذن الله الفيديو اللي جاي. تمام. معلش يا جماعه انا بتهته في الفيديو لان والله ما ليا نفس ان انا اعمل اي فيديو بصراحه من الاوضاع اللي احنا شايفينها في اليومين دول، ان اخواتنا في فلسطين بيمروا بيها. تمام. فالواحد بصراحه يعني مش مركز، بس بحاول ان انا لازم انزل فيديو عشان خاطر القناه برضو ما تقعش، وعشان خاطر برضو طبعا حبايبنا اللي بيستنوا الفيديو طبعا بتاعنا، لان في ناس ياما مش عارفه اي حاجه في دخول الموسم تعمل ايه. فاحنا دي الحلقه الرابعه. تمام. زي ما قلت لحضراتكم، والحلقه الخامسه هتبقى مهمه جدا 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 جدا، لان انت في حاجات هتعملها عشان تحافظ على الحمام من الامراض. تمام. من الشتاء. وتحياتنا للجميع، وما تنسوش بالله عليكم ادعوا لاخواتنا في فلسطين ربنا يفك كربهم ويرحم امواتهم صغيرا وكبيرا وينصرهم على عدوهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.